شريك حياتي طالب مني إن آخد بريك وده موترني جدا. سؤال بيجيلي أكتر من مرة ومن ناس كتير قوي، يا ترى صح إن إحنا نبعد عن بعض ولا لأ؟ ويا ترى المساحة دي هتبعدنا عن بعض ولا هتقربنا من بعض أكتر؟ مهم جدا إن إحنا وإحنا بنتفق إن إحنا ناخد بريك أو ننفصل من بعض أو نريح أعصابنا نبقى عارفين إحنا ليه بنعمل كده، إيه الهدف أصلا من البريك ده. البريك بيكون مفيد لو إحنا الاتنين عندنا نية حقيقية للرجوع، لو إحنا الاتنين قررنا نبعد بوعي ونرجع برضو بنفس الوعي. في الآخر إن البريك أداة مش أسلوب حياة، أداة يا بنطلع منها بنتيجة مفيدة لينا يا بنطلع منها بنتيجة مضرة جدا لينا. مهم قوي إني وأنا باخد البريك أحاول ألعب لعبة كده صغيرة مع نفسي، وهي لعبة مكسب وخسارة. أنا كسبانة إيه وخسرانة إيه من العلاقة دي، أو إيه مميزات وعيوب شريك حياتي. لو قدرت تطلع من البريك بفكرة صحية تبني حياة فأنت كده كسبت البريك، لكن لو كان البريك على نية غير صحية فطلعنا هنا منه بخسارة مش بمكسب.